صباح يوم الأربعاء الأول من حزيران يونيو عام 2005 أعلنت سلطات النظام السوري أن الجهات المختصة قد عثرت على جثة الشيخ معشوق الخزنوي في مدينة دير الزور شمال شرق سوريا بعد 3 أسابيع من اختطافه أثناء توجهه من مدينة القامشلي إلى دمشق لحضور اجتماع في مركز الدراسات الإسلامية بدمشق، فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن قوى الأمن ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من مدينة دمشق بعد تخديره، ونقلوه إلى حلب ثم قتلوه ودفنوا جثته في مدينة دير الزور حسب زعم الرواية الرسمية. أثارت هذه الرواية غضباً في الشارع السوري نظراً لتناقضاتها الواضحة، فيما نقلت بعض الجهات الكردية عن طبيب سوري أنه شاهد الشيخ الخزنوي في مستشفى تشرين العسكري بدمشق وهو في حالة يرثى لها جراء تعرضه للتعذيب الشديد، قبل أن تطلب جهات حكومية من أسرته أن تتسلم جثته من مستشفى دير الزور. ولد محمد معشوق بن عز الدين الخزنوي في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1957، ودرس مبادئ العلوم الشرعية على يد مجموعة من أهل العلم، وفي مقدمتهم والده الشيخ عز الدين الذي كان شيخا من شيوخ الطريقة النقشبندية الصوفية. حصل الخزنوي على شهادة الثانوية العامة عام 1977، ثم قصد دمشق لينتسب إلى معهد إسعاف طلاب العلوم الشرعية في منطقة باب الجابية، والذي كان يعرف بمعهد الأمينية، فقبل في السنة الأخيرة لتميزه ونال شهادته عام 1978 بتقدير ممتاز، ما دفع بإدارة المعهد لترشيحه لاستكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حصل على الإجازة في الشريعة الإسلامية عام 1984. بعد عودته عمل الشيخ معشوق الخزنوي في مجال الدعوة مدرساً وخطيباً في المساجد والمعاهد الشرعية في أكثر من منطقة في سوريا، قبل أن ينال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية عام 2001 عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام، ثم الدكتوراه في أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. شكلت انتفاضة القامشلي عام 2004 والتي اندلعت إثر مباراة كرة قدم بين فريق الجهاد وضيفه الفتوة فريق دير الزور انعطافة هامة في مسار الشيخ معشوق الخزنوي، حيث تحولت مشاجرات المشجعين إلى مواجهات عنيفة بين الأكراد وبعض العشائر العربية، سرعان ما أججتها قوات الأمن السورية واتخذتها ذريعة للتنكيل بالأكراد. لكن الاضطرابات امتدت إلى بقية المدن التي يتواجد فيها الكرد واستمرت 6 أيام، أسفرت عن 40 قتيلا ونحو 2000 معتقل كردي. انخرط الشيخ الخزنوي إثر هذه الأحداث في النشاط السياسي، وسرعان ما تحول منزله إلى ملتقى لأعضاء السفارات الغربية مع قيادات الحركة الكردية لشرح قضية الشعب الكردي والاضطهاد والحرمان اللذين يعاني منهما، ما عرضه لاستجوابات ومضايقات أمنية، أشهرها يوم 12 من آذار من عام 2005 في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة القامشلي، حيث احتجز منعا للمشاركة في حفل التأبين الذي أقامه حزب يكيتي الكردي بمشاركة حزب الشباب الكرد، وكان أخطر ما قام به الشيخ الخزنوي من وجهة نظر نظام الأسد مكانته المؤثرة التي كانت تتعاظم بين الأكراد، فضلا عن لقاءاته مع أقطاب المعارضة في أوروبا لاحقا وتواصل ممثلي بعض السفارات الأجنبية معه. عندما قامت السلطات الأمنية باختطافه في 10 من أيار مايو عام 2005 أثناء تواجده في دمشق، تجمع في 21 من الشهر نفسه آلاف الأكراد في القامشلي مطالبين بالكشف عن مصيره، ما دفع وزير الداخلية غازي كنعان لنفي أن يكون الخزنوي معتقلا لدى السلطات الأمنية، قبل أن تقدم وزارته روايتها المزعومة حول اختطافه من دمشق وقتله في حلب ودفنه في دير الزور.
نعت عشرات المنظمات الحقوقية العربية والكردية الشيخ الخزنوي، وقالت لجان إحياء المجتمع المدني في بيانها: يمثل الشهيد الخزنوي مثالا لرجل الدين المتنور والشجاع المتميز بعلمه ومعرفته وبشخصيته الإنسانية، وهي مزايا عرفتها اللجان عن الشهيد مباشرة ومن خلال سيرته وكتاباته وأقواله التي ركزت على قيم إنسانية أساسها المساواة والعدل والحق والحرية والكرامة الإنسانية، وهي ذات القيم التي يحتاج مجتمعنا إلى إحيائها وتجسيدها في حياة وممارسة أبنائه طريقا نحو مستقبل أفضل للسوريين. فيما تجمع أكثر من 250,000 شخص في مدخل القامشلي ليستقبلوا جثمان الشيخ الشهيد قبل أن يوارى الثرى في مقبرة قدور بيك وسط مشاعر الحزن والغضب.